السلام عليكم خياتي، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح، سورتو تكون صحتكم لاباس. انا الحمد لله. اليوم جيتكم فيديو جديده، نتمنى ان شاء الله تعجبكم. من قبل ما نبداو خليو لي جيم كومونتير، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. اليوم خواتاتي حندير معكم تليتلي مرقه بيضاء بلا دجاج بلا لحم، ويجي بزاف بزاف بنين. قعدوا معايا وتبعوا طريقه التحضير، يعني كيفاش راني رايحه نطيبو. على بالي باللي بزاف منكم كاين اللي يفوروه، كاين اللي يفوروه من بعد يديروه في الماء سخون، يعني كل وحده وطريقتها. مي انا لا جبت لكم طريقه يعني مبسطه، وعلى بالي باللي كامل رايحه تعجبكم. دونك هنايا نسحقوا تليتلي كيما راكم تشوفوا. انا عندي هنايا زوج باكيات يعني تاع رطل، ما رانيش راح نستعملهم كاع. عندي زوج حبيبات بصل مويان هكذايا، رحيتهم هكا في الاشواغ بهذه الطريقه. عندي حبيبات تاع اللفت قطعتهم هكذايا اون بتي دي. شويه تاع الحميصه، لي زيبيس، عندي الملح، فلفل، كحل، قرفه، سكنجبير، ووحده جنبو دجاج يعني باش تعطيني البنه. الزيت بيان سور. هنا في الكوكوطه تاعي درت شويه تاع الزيت. نتوما الا كان عندكم المارغرين، انا ما كانتش متوفره عندي هذا النهار، دونك درت غير الزيت. تقدروا ديروا السمن والزيت، ولا المارغرين والزيت، ولا ما عندكمش ديروا كيما انايا غير الزيت. كي سخنت لي الزيت كيما راكم تشوفوا، رميت هذاك البصل باش يتقلى لي. فوالا هنا كي تقلى لي البصل مليح مليح، نجيب هذاك الجنبو تاع الدجاج، نزيد نص عود تاع القرفه، لي زيبيس، الملح، فلفل الكحل، وسكنجبير. هذا مكان واش نسحقو في لاصوص بلونش. نخلطهم هكذا مليح مع هذاك البصل. وهنايا كنت درت الحميصه واللفت، كان يعني عن بالي راني نصور، وهنايا ما كنتش نصور خواتاتي، دونك حطيت الحميصه واللفت او ميم طون يعني يطيبوا، باسكو ما راحش يعني يشدوا الوقت. خليتهم حتى تقلاو تاني مليح مليح، ومن بعد مرقت ديريكتومون بالماء سخون. هنا تاني نزيد شويه تاع الماء. على بالكم بلي التليتلي قد ما نديرولو يعني المرقه يشرب، دونك انايا باش يعني ندير الاحتياط ديالي وما نطيحش اون بان، جو بريفير ندير المرقه بزياده. نغلق هكذا على لا كوكوط، ونخلي الحميصه واللفت يطيبوا. ونجوز ديريكتومون باش نحمص هذاك تليتلي ديالي. قلت لكم ما رانيش رايحه نفورو، راني جوست رايحه كيما يقولوا نحمصو. دونك هنايا درت في الطنجره تاعي شويه تاع الزيت. هذه الطنجره رايحه يعني نطيب فيها تليتلي تاعي. قلت لكم درت الزيت راهي سخنت، ونجيب التليتلي. درت هنايا باكي ونص. قلت لكم كاين اللي يفوروه، وكاين اللي يفوروه ويزيدوا يديروه في الماء سخون باش يديروه في المرقه. دونك انايا جبت لكم طريقه يعني سهله وبسيطه، ويجيكم التليتلي تاعكم مع حبه مزربع وبزاف بزاف بنين. فوالا درت هنايا باكي ونص كيما شفتوا تاع تليتلي، ونبقى نحمص فيه كيما راكم تشوفوا فيه تشوفوا حتى نشوف يعني بدا يتبدل اللون. ندير هنايا شويه تاع الملح باش كي نرميه في المرقه ما يطيبليش صامت، شويه برك ما نكترش بزاف، ونبقى نحمص فيه هكذا كيما راكم تشوفوا. بيان سور ابتي فو، ما تقووش النار خياتي باش ما يتحرق لكمش. وكيما راكم تشوفوا شوفوا الحبه تاع تليتلي بدات يعني يتبدل اللون ديالها. هنا نزيد نحمصو شويه. كاين اللي يطيبوه كيما يقولوا ولا يفوروه كالطعام زوج خطرات ولا لا. لا خياتي، هذيك كيما قال كي تكون
نوعيه ماشي مليحه تاع تليتلي وهكذاك، وتكون نوعيه ماشي مليحه ولاو يعني يطيبوه بهذه الطريقه، يعني بلا ما تعبي روحك بلا حتى حاجه، تمتم وانتي سلكتيه تحمصيه وديراكتومون ترميه يطيب في المرقه. فوالا شوفوا هنا راني نوريكم باللي سي بون راهو تحمص لي. نطفي عليه النار وما نغطيش خواتاتي باش ما يكملش ما يكمل كما يقولوا ما يتحرقش. هنا راني نغلي في حبيبات تاع البيض، وهنايا سي بون حليت الكوكوطه تاعي باش نشوف باللي خلاص لفت والحميصه راهم طابو، يعني جيت سوا سوا لو طوني طابت لي المرقه. التليتلي تاعي سي بون راني حمصتو سمحولي. دوك نجوز ديراكتومون وندير المرقه، يعني ندير التليتلي تاعي في المرقه ونخليه يكمل يطيب. فوالا هنايا كنت مع الاول ندير هكذايا بالغراف، ومن بعد قلت ياخا واش راني ندير، هيا حكمت كاسرونه وفرغت ديراكتومون كيما راكم تشوفوا هاي ليك. ودوك يغلي نغلق عليه ونخليه ابتي فو خواتاتي. فوالا نخليه ابتي فو كيما راكم تشوفوا هنايا راهو غلا، نغطيه ونخليه يطيب في غلته، ما راحش يطول في الطياب ويكون واجد. وهنا خياتي هاوليك التليتلي تاعي، شوفوني طفيت عليه شوفوا جا على حبه يعني مزربع كما يقولوا. نخليه شويه يتشرب هذيك لاصوص ودوك تشوفوه معايا في صحن التقديم كيما راكم تشوفوا خواتاتي. زينتو هكا بحبيب يعني حبيبه تاع ولاد الدجاج، قطعتها بهذه الطريقه واش نقول لكم راهو شهيتكم في الجنه كيما راكم تشوفوا جا على حبه ماشي معجن. ويعني نعطيكم سر واحد اخر يعني باش يجيكم تاني التليتلي تاعكم على حبه ومزربع، كي تكونوا رايحين باش تطفوا يعني في المرحله الاخيره رميوا له مغرفه صغيره تاع لا مارغرين وخلوها هكذاك حتى تذوب، راح يعني يجيكم تاني ما شاء الله. انا ما كانش عندي المارغرين سينو راني درته لكم هكذا خياتي. هنا نكون لحقت لافين تاع الفيديو، نقول لكم الى الملتقى ان شاء الله. سلام.